ملك، أنا كنت عايزة أقولك على حاجة مهمة. إحنا خلاص هننقل من المدينة دي. أنا حولتلك لمدرسة تانية وهتتعرفي فيها على أصدقاء جداد. طيب يا ماما، حضرتك مش شايفة إن دي فكرة مش لطيفة إن إحنا نسيب المدينة هنا ونروح مدينة تانية؟ لا يا حبيبتي، أهو تغيير برضو. وبعدين أنا اشتريت بيت كبير جدا أكبر من البيت اللي إحنا عايشين فيه ده. إن شاء الله هيعجبك، وكمان قدمتلك في مدرسة حلوة قوي. طيب ماشي يا ماما، اللي حضرتك تشوفيه. طيب يا حبيبتي، إحنا هنحضر حاجتنا بقى دلوقتي عشان بكرة الصبح هنمشي. طيب يا ماما، أنا دلوقتي هروح أحضر شنطتي. ملك، يا ملك، يلا يا ملك عشان ما نتأخرش. حاضر حاضر يا ماما، أنا جاية أهو. مش كنا يا ماما فضلنا في المدينة اللي إحنا قاعدين فيها أحسن بدل الشحططة اللي إحنا فيها دي؟ أنا بصراحة بقى يا ماما مش عايزة أسيب المدينة هنا. لا يا حبيبتي، كده هيكون أحسن. وبعدين بكرة تتعودي على المكان الجديد والمدرستك كمان الجديدة. واو يا ماما، الله، البيت ده شكله حلو قوي. ده كمان أحلى من البيت بتاعنا القديم. ده شكله حلو قوي وعجبني. وكمان الأوض كبيرة والمطبخ كمان كبير. أنا كده بقى يا ماما هبتدي أغير رأيي. أنا مبسوطة جدا إن البيت عجبك، وإن شاء الله المدرسة كمان هتعجبك. بكرة الباص هيعدي عليكي، وبعدها هيكون عندك أصحاب كتير في المدرسة. أنا برضو يا ماما قلقانة إن أنا نقلت مدرسة جديدة. لا يا حبيبتي، ما تقلقيش، بكرة كمان هتتعودي على المدرسة. ملك، يا ملك، يلا يا ملك اصحي عشان تروحي المدرسة. حاضر يا ماما، هصحى اهو. صباح الخير يا ماما. يلا قومي يا حبيبتي عشان تفطري عشان ما تتأخريش على المدرسة. طيب ماشي يا ماما، خلاص أنا هقوم هغسل أسناني وألبس. أنا مش عارفة هي المدارس ليه بيخلوها الصبح بدري كده؟ لو يخلوها بالليل أو آخر النهار يعني مش مشكلة بقى لما أروح أغسل أسناني. بس كده سناني بتنور دلوقتي لما أغسل وشي كمان. ازيك؟ أنا أول مرة أشوفك هنا في المدرسة. أنا أنا طالبة جديدة هنا في المدرسة. أنا اسمي كارلا، وإنتي اسمك إيه؟ أنا اسمي ملك. طيب إيه رأيك لو نكون أصدقاء؟ أكيد أكيد هنكون أصدقاء. معلش يا كارلا، أنا بتوتر جدا لما بتعرف على حد جديد، وأنا النهاردة أول يوم هنا في المدرسة. وأنا بصراحة دايما بتوتر لما أروح مكان جديد وأتعرف على حد جديد. لا يا ملك، عادي ولا يهمك، وبكرة تتعودي على المدرسة وتتعودي علينا، وكلنا كمان نكون أصحاب. تعالي يا لوجي نقف مع كارلا ونشوف مين البت الجديدة دي. ازيك يا كارلا؟ ازيكم يا بنات؟ أعرفكم على ملك صاحبتنا الجديدة، ودول بقى يا ملك زمايلنا روان ويارا. أهلا بيكم. عيب يا روان انت ويارا، ما يصحش كده، انتوا بتضحكوا على ايه؟ ايه يا كارلا مالك؟ هو احنا عملنا حاجة؟ يلا يا ملك ندخل على الفصل عشان الحصة قربت تبدأ. وايه يعني لما ضحكنا؟ هي كارلا زعلت كده ليه؟ والله ما اعرفش، تقريبا كده ملك دي هتكون صاحبتها جدا. ملك، ممكن تلم شعرك شوية عشان مش شايفة منه، عامل زي الطبق الكبير. حاضر ماشي، انا اصلا همشي خالص. روان، عيب كده، دي أول مرة تيجي فيها المدرسة، انت ازاي تعملي فيها كده؟ حرام عليكي. أنا كنت بهزر معاها، مش أنا كنت بهزر معاها يا يارا؟ أيوة، ايه المشكلة؟ ده هزار. لا ده مش هزار، دي سخافة على فكرة. أنا هروح أقعد معاها، زمانها زعلانة. ما تزعليش يا ملك، هما كده على طول فاكرين إن السخافة بتاعتهم دي هزار. عادي يا كارلا، أنا بس عشان جديدة في المدرسة مش متعودة على المكان، وهم كمان أكيد مش متعودين على وجودي معاهم. أنا على فكرة مش زعلانة منهم. انتي طيبة قوي يا ملك، بس الطيبة بتاعتك دي ما تنفعش في الزمن ده. أهلا، ازيك يا ملك؟ حمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ماما. يلا بقى يا حبيبتي اطلعي غيري هدومك وانزلي عشان نتغدى، وتحكي لي بقى عملتي ايه في المدرسة. حاضر يا ماما. اخبارك ايه بقى يا ملك في المدرسة؟ احكي لي عن يومك. ويا ترى بقى اتعرفتي على اصحاب جداد؟ كان يوم عادي يعني يا ماما، بس اتعرفت على واحدة اسمها كارلا. اكيد بكرة يا حبيبتي تتعرفي عليهم كلهم وتكونوا اصحاب. ياه، انا كنت يا ماما متعودة على مدرستي القديمة وكان عندي اصحاب كتير فيها. معلش يا حبيبتي، عشان احنا بس لسه ناقلين هنا، هتاخدي وقت عقبال ما يكون عندك اصحاب كتير.
يلا بقى يا حبيبتي كلي قبل ما الأكل ما يبرد. ياه يا ربي، انا حاسه ان نظري ما بقتش بشوف فيه زي الاول، لاني بقالي كتير مش بلبس النضاره. انا هروح النهارده المدرسه بالنضاره بتاعتي لما البسها بقى. كده نظري بقى كويس جدا، كده انا شايفه كل حاجه. اهي ملك جت اهي يا يارا، تعالي نرخم عليها شوية. طب يلا بينا، انا عايزه اضحك شويه. ازيك يا ملك؟ ازيكم يا بنات؟ ملك ما تديني النضارة بتاعتك دي أجربها. لا ما ينفعش يا روان، لأن دي نضارة نظر. لا ينفع، وأنا هوريكي. أنا هاخد النضارة منك، وريني بقى هتاخديها ازاي. لو شاطرة الحقيني. يا روان أنا عايزة النضارة، هاتي النضارة بتاعتي، أنا مش شايفة حاجة. أنا عايزة النضارة، أنا هروح أخدها منها. لو شاطرة بقى تعالي خديها مني. تعالي اجري ورايا. انا عايزه النضاره بتاعتي، هاتي النضاره، انت كده هتكسريها. انت اتجننتي يا روان، اديها النضاره بتاعتها، انت كده هتكسريها. لا مش هديها لها ومش هتاخدها كمان. روان هاتي النضاره اللي في ايدك دي واديها لملك. هو انت ما تعلمتيش تحترمي مشاعر الناس؟ يلا اديها لها، ولا اقولك انا هاخدها غصب عنك. اتفضلي يا ملك، اتفضلي نضارتك اهي. يا ريت يا ملك ما تزعليش من اللي حصل ده، ويا ريت يا روان تبطلي طريقتك واسلوبك ده، لاني بعد كده مش هسكتلك وهروح اقول للمديره. وانت يا ملك لو احتجتي اي حاجه قوليلي، انا اياد زميلك في الفصل. شكرا، شكرا ليك يا اياد، شكرا ليك جدا على مساعدتك ليا. يا ريت بقى يا روان تبطلي تعملي الحركات البايخه بتاعتك دي. ما قلتلك يا كارلين انا بحب الهزار وبهزر معاها. اهي ملك جت اهي من المدرسه. ملك يا حبيبتي تعالي سلمي عليا. طيب ممكن بس لو سمحت تديني ربع ساعة بس أتكلم معاها وأفهمها الموضوع؟ ماشي يا فريال، أنا هسيبك ربع ساعة تفهميها. هي مين الست دي يا ماما؟ تعالي بس يا حبيبتي نطلع فوق الأوضة وأنا هفهمك على كل حاجة. ممكن بقى يا ماما تفهميني مين الست دي؟ أنا هقولك بصراحة يا ملك، بس يا ريت ما تنفعليش. وانا هنفعل ليه بس يا ماما؟ بصراحة بقى يا ملك يا حبيبتي، الست دي تبقى جدتك، مامة باباكي، وكمان بتكون ملكة. ايه يا ماما؟ معقول جدتي تبقى ملكة؟ أيوة يا حبيبتي ملكة، في المدينة اللي احنا كنا عايشين فيها. ايه الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده يا ماما؟ انت مستوعبة الكلام ده؟ يعني جدتي انا بتكون ملكة؟ أنا عايزاكي تهدي شوية وتسمعي كلامي كويس. يا ماما يا ماما، انا مش فاهمة اي حاجة خالص. أنا هقولك إزاي الملكة دي تبقى جدتك. أنا اتعرفت على باباكي واتجوزته، كان بيمر على المملكة وشافني وبعدين اتقدم لي واتجوزنا، بس ده من غير ما الملكة ما تعرف، لأن هي أكيد كان هترفض، لأن هو كان أمير وأنا من عامة الشعب، وما ينفعش الأمير يتجوز أي واحدة كده. وإما مامته عرفت طلبت منه إن هو يطلقني، وللأسف كان مضطر إن هو يطلقني. وأنا بقى يا حبيبتي لما ولدتك بدأت حياتي من جديد معاكي. طب ليه يا ماما ما قلتليش الكلام ده من زمان؟ طيب يا حبيبتي أقولك الكلام ده ليه وانت صغيرة؟ وبعدين كنت خايفة عليكي. معقولة يا ماما؟ يعني أنا ملكة وولية العهد؟ ده أنا يا ماما ولا اللي في حلم، أنا لو بحلم سنين كتير عمري ما أتخيل إن أنا أكون ملكة. طيب يا ماما، وإيه السبب اللي يخلي الملكة تيجي لحد هنا؟ مش هي يا ماما طلبت من بابا إن هو يطلقك؟ يعني هي مش عايزانا، إزاي تيجي بقى عندنا البيت؟ بصراحة بقى يا ملك هي جت عشان باباكي مات، وانتي يا حبيبتي هتكوني ولية العهد. إيه ده يا ماما؟ يعني بابا مات؟ أيوة يا حبيبتي، تعالي بقى ننزل للملكة جدتك وهي هتفهمك على كل حاجة. ازيك يا ملك يا بنتي؟ الحمد لله أنا كويسة. أكيد مامتك يا حبيبتي فهمتك على كل حاجة. أيوة فهمتني، بس أنا بصراحة مش مستوعبة الكلام ده. أنا عارفة إن أنا غلطت إن خليت باباكي يطلق مامتك، بس دي قوانين المملكة، محدش يقدر ما ينفذهاش. طيب وإيه الجديد اللي يخلي حضرتك تتنازلي عن قوانين المملكة؟ بصراحة لما ابني مات مفيش حد هيكون حاكم للمملكة غيرك، لأنك وريثة العرش، لأنك الأميرة وولية العهد. ياه، أحكم المملكة؟ بس أنا صغيرة ومش مستوعبة الكلام ده. أنا بقى بصراحة عجباني حياتي كده وأنا بنت عادية. بس دي حقيقتك يا ملك، انت فعلا أميرة
ولازم تتعاملي وتتحملي كمان المسؤولية. وبعدين انت لازم تعرفي كويس ان انت اللي هتحكمي البلاد بعد كده. ملك يا حبيبتي، انت لازم تحضري الحفلة السنوية بتاعت المملكة. ياه، أحضر الحفلة؟ ده أنا كنت بشوفها في التلفزيون بس، دلوقتي أنا هحضرها. أنا بصراحة مبسوطة بحياتي كده ومش عايزة أبقى أميرة. ملك، انت لازم توافقي على كل كلامي. انا عايزة اقولك يا ملك ان كل البنات تتمنى تكون مكانك، تتمنى تكون الملكة للمملكة. أنا موافقة على كلام حضرتك بس بشرط محدش يعرف إن أنا أميرة، وأفضل زي ما أنا هنا بنت عادية. وانا موافقة على كلامك يا ملك، بس لازم اجيبلك مساعدين ومدرسين يعلموك الاتيكيت، وكمان هجيبلك حارس شخصي ليكي، وكمان هبعتلك مدربين يظبطولك لبسك وكمان شعرك. يعني انت لازم تتغيري من كل حاجة. وأنا موافقة يا حضرة الملكة. ملك، انا جدتك، يعني تقوليلي يا جدتي. بكرة بقى هبعتلك المساعدين والمدربين. انا عارفة يا ملك ان الموضوع صدمة ليكي، بس دي الحقيقة وكان لازم تعرفيها. أنا لحد دلوقتي مش متخيلة الكلام كله، مش متخيلة إن أنا أميرة. لا يا حبيبتي، لازم تصدقي ان انت اميرة وولية العهد كمان. اهلا وسهلا بيكو. احنا المدربين اللي بعتانا جلالة الملكة عشان ندرب الأميرة ملك. طيب تمام، اتفضلوا، الاميرة فوق. تحبي يا سمو الاميرة نبتدي بايه بالظبط؟ شعرك الاول ولبسك ولا الاتيكيت؟ لا، أنا هختار أظبط شعري ولبسي الأول وبعدين أتعلم الإتيكيت. سمو الملكة بعت لحضرتك لبس شيك وحلو قوي. يلا نبتدي الأول أعملك شعرك. إيه ده؟ معقول ملك بنتي شكلك اتغير قوي، بقيتي فعلا عاملة زي الأميرات. إيه ده معقول؟ لما أبص على نفسي في المراية، واو بجد أنا شكلي بقى حلو قوي، بقى شكلي عامل زي الأميرات اللي كنت بشوفهم في التلفزيون. واو، التاج شكله حلو قوي عليا، ولا الفستان يجنن قوي. أنا لو كنت أعرف إني هكون كده كنت وافقت من الأول بدون تردد. ودلوقتي بقى يا سمو الأميرة هنتعلم طريقة مشي الأميرات وكمان طريقة الكلام. أول حاجة، المشي لازم يكون بهدوء وراسك تكون مرفوعة. طيب هو أنا يعني ما ينفعش أمشي بطبيعتي عادي يعني؟ لا يا سمو الأميرة، ده اتيكيت الأميرات في المشي ولازم تلتزمي بيه. طيب ماشي، مفيش مشكلة. جوه القصر هتعامل كأميرة، وبره القصر همشي عادي بطبيعتي. أنا مش مصدقة يا ماما، معقولة العربية الفخمة اللي بره البيت دي هتوصلني للمدرسة، وكمان البودي جارد ده هو كمان هيكون معايا؟ أنا بجد حاسة إن أنا بحلم. قوليلي يا ماما إن أنا بحلم واللي بيحصل ده مش بجد. لا مش بتحلمي، ده بجد يا سمو الأميرة. ويلا بقى يا سمو الأميرة عشان تروحي المدرسة. ايه ده؟ معقول يا يارا البنت دي تنزل من العربية الفخمة دي؟ أنا مش مصدقة عيني، معقولة البنت الكحيانة دي يكون عندها عربية غالية كده؟ ملك، انت ايه اللي عملتيه في نفسك ده؟ انت كنتي الأول على طبيعتك وكنتي أحلى كتير. أنا حاساكي غريبة جدا يا ملك، وبعدين انت نازلة من عربية فخمة جدا. أنا هحكيلك كل حاجة بس لما ندخل الفصل، عشان مش عايزة أي حد يعرف أي حاجة. تعالي يا يارا، تعالي نشوف ايه الحكاية والبنت اتغيرت كده ليه. ايه اللوك الجديد ده يا ملك؟ انت عملتي عملية تجميل ولا ايه؟ شكلك عملتي عملية تجميل. مفيش داعي دلوقتي إن أخاف زي زمان، دلوقتي أنا بقيت أميرة والمفروض يتعمل لي 1000 حساب. استني يا روان، أنا هطلعلك قلم من الشنطة وارسملك أنا عملت اللوك الجديد ده إزاي. ده أنا هخليكي قمر خالص، استني كده، بس كده. ايه ده؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت ازاي تعملي كده؟ رسمت على وشك عشان تكوني عاملة عملية تجميل زيي. تعالي يا ملك نمشي من هنا أحسن تتخانقوا. أنا بصراحة فرحانة في اللي انت عملتيه في روان، بس أنا مش متخيلة انت عملتي كده ازاي. انت ما كنتيش كده يا ملك، ايه اللي اتغير فيكي؟ أنا هقولك الحقيقة يا ستي، الموضوع إن أنا طلعت أميرة. ازاي يعني؟ يعني انت مش اسمك ملك واسمك أميرة؟ ضحكتيني يا كارلا. لا، أنا أميرة فعلا وبابايا أمير، بس الموضوع إن بابا طلق ماما وأنا صغيرة، وبعدين بابا مات وجدتي جت امبارح وقالت لي إن أنا ولية العرش، يعني أنا الملكة. ايه ده؟ يعني انت أميرة بجد؟ يعني أنا صاحبتي أميرة، أنا صاحبتي أميرة، هي أنا صاحبتي أميرة. يا سلام، أنا مش مصدقة نفسي، أنا صاحبتي أميرة، ده أنا هقول للمدرسة كلها إن أنت أميرة. لا لا يا كارلا، أنا مش عايزة أي حد يعرف إن أنا أميرة.
أنا عايزة الموضوع ده يبقى سر، أنا عايزة أتعامل بطبيعتي. ومن هنا من داخل مدرسة الصفوة، المدرسة التي التحقت بها الأميرة ملك. إيه ده؟ ده أنا كنت لسه بقول مش عايزة حد يعرف الموضوع ده، ألاقي الصحافة داخلة المدرسة وبتصورني. خلاص كده مفيش حاجة هتستخبى. سمو الأميرة ملك، احنا اتشرفنا بوجودك معانا هنا في المدرسة. اعذرينا، ما كناش نعرف ان حضرتك الأميرة. ده شرف كبير لينا ان حضرتك تكوني في مدرستنا. ايه ده؟ الحقيقة يا بنتي يا يارا، دي طلعت الأميرة. كويس ان هي ما حبستناش. مبروك يا سمو الأميرة، خلاص بقى بعد كده محدش هيعرف يكلمك. إيه اللي انت بتقوليه ده بس يا كارلا؟ انت هتفضلي صاحبتي وحبيبتي، وكمان هقولك على خبر حلو قوي هيفرحك. انت هتيجي تحضري معايا حفلة التتويج، انا عازماكي في القصر. ايه ده يا ملك، معقول؟ انت هتعزميني بجد؟ يعني انا هدخل القصر؟ هي انا فرحانة جدا بجد يا ملك، انت بنت طيبة جدا.